أروي إليكم مولد الزهراء، أروي إليكم مولد الزهراء، فاطمة سيدة النساء، موعد ميلاد الجمال الفاطمي، أثبته المفيد قبل الكفعم، كان ل5 بعد بعثة النبي، طيبة قد ولدت من طيبي. صلوات. وقد مضى يوم أتتنا الطاهرة 20 يوما من جماد الآخرة، عن صادق العلوم والدراية روى لنا المفضل الرواية بأنه في مكة المكرمة جمادة جاء بنور فاطمة. صلوات. قد جاء عن خديجة في الخبر لما تزوجت بخير البشر أن نساء مكة هجرنها مغمومة وحيدة تركنها، فاستوحشت خديجة لذلك والله في إيمانها يبارك. وحينما قد حملت بالوارثة كانت لها فاطمة محدثة في بطنها الميمونة البتول، تؤنسها ويأنس الرسول، تؤنسها الراضية المرضية. أنعم ببنت سيد البرية. صلوات. والمصطفى، اسمعني حبيبي، والمصطفى ماذا لها يقول؟ بشرني بفاطم جبريل، بوركت من صائنة مصونة بالنسلة الطاهرة الميمونة، سيملأ الله المدى من فضلها، وأن نسلي كوثر من نسلها، فلم تزل في الأنس والسعادة حتى إليها دنت الولادة، فوجهت للقابلات الممنلي حتى تليها النساء من أمري تلي، وما أتت قابلة إليها والله صلى في السماء عليها. صلوات. وحين أمر الله دق في الزمن، وحين أمر الله دق في الزمن 4 نسوة إليها أقبلا، جاءت إليها أخت موسى كلثم وسارة وآسيا ومريم، لا تحزني في الساعة البهيجة وأبشري بالخير يا خديجة، قد جاء وعد كوثر الجمال بامرأة أغلى من الرجال،
وحين حانت ساعة الولادة أحس كل الكون بالسعادة للمصطفى من أمها المكرمة قد ولدت خير النساء فاطمة. صلوات. جمادة جمادة جمد ماي الحزن بينا جمادة والكون ابتشر حيا وجمادة ألف أهلا وألف سهلا. نعم جمادة جمادة شهر مولد البضعة الهاشمية. صلوات. وجيها وجيها تجيلي فرحة المولد وجيها تعالي وشمعة الفرحة وجيها يا من انت عند الله وجيها وجيها نظر على الحفل هاي مسيا. صلوات. نعم أم الأئمة منها اللؤلؤ النظير والعسد الغر والمرجان والدرر ببطن مكة لما شاءها القدر شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر زهرة 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 سماها إله الكون زهرة وفاحت من جنان الطيب زهرة عطارد مشتري نبت وزهر الكواكب تنحني بنورين زكية. صلوات.